أهلا بكم من جديد. نفى مدير العلاقات العامة في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة التركي بن معلوي الذيب أن يكون هناك أي غياب من موظفي الصالة الجنوبية في المطار، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الصالة وهي خالية من الموظفين. وأوضح الذيب أن المسافر الذي ظهر في مقطع الفيديو دخل في مشادة كلامية مع أحد الموظفين، مما اضطرهم إلى ترك أماكنهم لحين أو لفترة محدودة لحين استدعاء رجال الأمن لتنظيم الحركة. بدل الجلوس في مكتبه وترك الحبل الغالب. يلا تكلم. والله الرجاء من المدير المناوب الحضور ومقابلة الجمهور وعدم الجلوس في مكتبه وترك العالم جالسين متبطحين في المطار. الرجاء الحضور. اعلن ثاني قل لي داله خير. معنا عبر الهاتف من جدة عبد الحميد بلعري مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. سيد عبد الحميد، مرحبا بك، شكرا لحضورك. أولا سؤالي لك، يعني أنت كمدير للمطار، ما هو شعورك وأنت تستمع لنداء من أحد المواطنين في مطار تديره بسبب غياب موظفين؟ أولا ركابنا هم ضيوفنا وواجب علينا خدمتهم جميعا. مطار الملك عبد العزيز كما يعلم الجميع هو البوابة الرئيسية لحجاج بيت الله الحرام. واحنا في الظروف هذه اللي نمر فيها في هذه الايام هي ايام حركه موسميه تتميز بكثافه عاليه، وليست هذه السنه يعني بجديده علينا، هذه ليست اول مره. يعني انتم ما تفاجأتوا بهذه، دائما الحج في كل سنه وكذلك العطله، فما تفاجأتوا بهذا؟ عشان اجيب على سؤالك بكل وضوح، الحركه والكثافه والازدحام لم يكن مفاجئا. المفاجئ أن يعني يتجرأ أحد الركاب على جهاز ميكروفون خدمة الركاب ويستخدمه بصورة يعني غير مقبولة وغير لائقة. هذا تفاجأنا بهالسلوك، وأنا ذكرت في أحد يعني إيش غير اللائق في هذا السلوك؟ شخص يعني المفترض أن تخلص يعني إجراءاته بشكل سريع في المطار مثل الموجودين، ما في أحد يخدمه، فإيش المفروض كان يعمل؟ لا معليش، بس ايضا هناك في طرق وهناك في وسائل. ما في احد من الموظفين على اساس يكلموا يعني غير صحيح على الاطلاق. غير صحيح على الاطلاق. موظفين خدمات الركاب متواجدين في الصاله، وهناك مدراء مناوبين وهناك مشرفين، وانا احدثك وانا اعلم ما اقول، لانه احنا يوميا في المطار من 4 عصرا الى الساعه 12 ليلا، وهناك موظفين يعملون على مدار 12 ساعه متواصله. ولكن دعنا نتحدث بشيء من الوضوح والشفافيه. الحركه التشغيليه عاليه جدا وتحتاج الى تعاون وتضافر كل الجهات، وهذا ما يحدث في مطار الملك عبد العزيز. وان صار هناك ازدحام او تاخير او تعطيل لخدمه الركاب فهذا حقيقه يعني نحن نتحمله ونحن نعتذر عما جرى، ولكن في نفس الوقت كما الراكب له حقوق علينا وواجبات، ايضا احنا نتطلب من ركابنا الاعزاء الافاضل ان يتحملون في هذه الايام وفي هذه المواسم. وما ودي يعني حقيقه ان نعلق كثير على ما حدث من هذا الراكب سامح الله، ولكن انا اتكلم جموع المسافرين بصفه عامه هم يخدمون وهم اعزاء علينا ولهم حقوق علينا وواجبنا، وهذا عملنا ولا فضل لنا عليه فيه، يعني هذا واجبنا. يعني انتم تحملوا الان المسؤوليه على المواطن في انه استخدم المايك، وفي نفس الوقت انتم ما بذلتوا ما تحركتوا نحو غياب الموظفين في هذه الصاله. هل اتخذتم اي اجراء؟ هل حققتم في الموضوع؟ لا، حتى يكون كلامي مفهوم بوضوح، انا لا احمل مواطن تاخر في الاحوال، نحن نتحمل مسؤوليه اي قصور في الخدمات، ولكن اللي احنا بصدده الراكب استخدام الميكروفون، وارجو ان لا يكون هو هذا محور حديثنا، يعني الراكب يستخدم الميكروفون. اي بس هو ما يا استاذ عبد الحميد، يا استاذ عبد الحميد، يعني هو اضطر لاستخدام الميكروفون، ما كان مباشرة يعني اتجه وراح، لا هو اضطر لاستخدامه بعد ما شاف يعني أحد قدامه يخدمه. يا سيدي يعني أنا أتكلم عن المسألة الأهم هنا. ليش غياب للموظفين في هذه الصالة بهذا الشكل أمام تكدس هؤلاء الناس بهذا الشكل بهذا العدد؟ يعني أفهم من هذا الكلام، يعني في أي مطار إذا ركاب تأخروا
ما على الراكب الا ان يذهب الى الميكروفون ويلزم المشرفين والمدراء. وين الموظفين؟ طيب وين الموظفين المفروض يقدموا خدمتهم لهالركاب؟ وينهم؟ هنا السؤال. يعني الفيديو واضح، الفيديو واضح. لما كان ينادي كانت الكاميرا تتحرك في كل الجوانب، ما كان في اي احد من الموظفين يا سيد عبد الحميد. الكاميرا كانت موجهه للراكب الذي يتكلم بالميكروفون. المطار يوجد فيه اكثر من 6000 موظف يعملون لخدمه الركاب من الخطوط السعوديه والشركات الاخرى وخدمات الركاب، ولكن ارجو ان لا نطيل كثير في موضوع الميكروفون والراكب، لانه احنا عالجنا الموضوع وبفضل كيف عالجتوا الموضوع؟ عالجنا الموضوع بتكثيف موظفين الخدمه في الصاله وتكثيف تواجدهم. طيب. والايام اللي ذكرت لك اياها هذه طيب. ايام الكثافه التشغيليه، يعني بفضل الله عز وجل تواجد معنا كافه الجهات لتخفيف الحركه ولتسهيل دخول الركاب. سيد عبد الحميد، أنت تعلم بأن هذه المشكلة تحدث كل عام، أليس كذلك؟ مشكلة التكدس وربما ما يصاحبها في بعض الأحيان من فوضى أيضا عارمة كما جرى الآن. هل لديكم أي حلول جذرية لهذه المشكلة أو خطط بديلة بمعنى ألا تتكرر في السنة القادمة أو في غيرها؟ والحقيقة يعني الازدحام والكثافة التشغيلية ليست بجديدة علينا، ويوجد خطة متكاملة مع كافة الجهات لاحتوائها والتعامل معها. السنة الجديد في الموضوع أنه يعني هناك بعض رحلات جرى إعادة جدولتها وجرى ترحيل بعض رحلات اليوم الثاني. كما تعلم كان دخول الشهر الكريم شهر ذي الحجة تأخر يوما، وتعلم انه معظم والله هذه مي مبررات مقبوله يا سيد عبد الحميد، يعني مو جديد الموضوع. لا مو مبررات، بس بوضح لك يعني الجديد اللي طيب. صار السنه هذه انه صار عندنا حوالي تقريبا عدد كبير من الرحلات تتجاوز 50 رحله. اختلفت مواعيدها عن مواعيدها المجدوله لها سلفا، فبالتالي سبب التكدس بدل ما يكون ابتداء من يوم 12 ذي الحجه بدانا من يوم 13 ذي الحجه. انا اشكرك. ولكن احب اطمنك الامور بفضل الله عز وجل تسير على ما يرام الان، والحركه بانتظام، ومواعيد الرحلات تسير بفضل الله تعالى وفق مواعيدها وفق جداولها، والحمد لله على كل حال. ونسال الله ان ييسر امورنا حتى ينتهي الاسبوع هذا اللي يعتبر ازحم اسبوع عندنا في حركه مطار الملك عبد العزيز. يعني احنا نشكرك لاستجابتك لندائنا وحضورك معنا في هذا اللقاء. شكرا. ابدا هذا واجبنا. هذا واجبنا. وانا اعتذر بك ايضا، يعني لو سمحت لي، يعني اعتذر يعني ايضا باسم مطار الملك عبد العزيز لجميع الركاب اللي غادروا وتاخرت رحلاتهم لهذه الظروف الخارجه عن ارادتنا والكثافه. ونعد باذن الله تعالى ان تنطلق جميع رحلاتنا، ومن امس الحمد لله انتظمت معظم جداول الرحلات في مواعيدها. شكرا لك. عبد الحميد بالعري، مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي من جدة.